يا اخويا العيل يبقى لسه في ابتدائي ولا في اعدادي ويروح يزعق في امه ويروح مشوح لها، وابوه يبقى قاعد عايز يزعق في الواد ويضربه عشان يقول له كده غلط. تيجي قلب الام الحنين تقول له ما تسيبه يا صلاح، سيب الواد يا صلاح يتدلع شويه، ما كانش هيتدلع دلوقتي يا صلاح هيتدلع فين؟ ادي طب صلاح عايز يربي الواد، ما ينفعش، ما يبقاش لسه العيل لسه صغير ومش عارفين نربيه. ما هي العجينه لو نشفت مش هنعرف نشكلها زي ما احنا عايزين، لكن نشفت العجينه خلاص وكبرت هشكلها ازاي؟ باظت. بتيجي البت تقول لك ياما انا نازله مع اصحابي. روحي يا اختي روحي، بس هتروحي فين؟ النادي. طب ما تاخريش وخلي بالك من نفسك. انزلي اتفسح مع اصحابك، تروح تقعد في كوفي شوب وتشرب شيشه. دي البلد ده اقل حاجه بتشرب شيشه البت دلوقتي. شفت المصيبه اللي احنا فيها؟ ده اقل بت دلوقتي من الناس اللي انا بتكلم عليهم بيشربوا شيشه. يعني في مراحل اكتر من كده ما ياش نتكلم عليها. يعني تعالوا كده اطلعوا على الكورنيش، اطلع على الكورنيش وشوفوا. عارفين شوال الرز؟ لما تجيب شوال رز كده وترميه مليان بنات وشباب، لما يجي شاب ايه اللي بيخليه ينتحر؟ الشاب ده ايه اللي بيخليه ينتحر؟ عايز سيجاره حشيش، عايز بودره الراجل. مش شرب ابوه ما كانش بيدور عليه، راح فين وجه منين، واتلم على شله وحشه. ابوه ما يعرفش، راح اتلم عليه، راح ابتدى يشرب، معهوش فلوس، يعمل ايه؟ يسرق. سرق الواد بقى حرام، زي ما احنا بنشوف كتير الايام دي. ما احنا بنشوف ياما شباب كتير بتسرق. طب بتسرق ليه؟ لان هي عايزه تشرب ومعهاش فلوس تعمل الحركه دي. يبدا العيل يتمسك ويسجن ويبقى ضاع مستقبله. راقب ولادك من بعيد، ابنك نزل شاب كبير نزل، يا عم شوفه رايح فين، ما تسيبوش حتى مهما كان سنه كبير. ما هي المصيبه كلها يا اخوانا بتبدا من كده، ان عدم المراقبه لاولادنا هو اللي وصل الناس لكده، هو اللي وصلنا للانتحار، وهو اللي وصلنا ان احنا نقتل، وهو اللي وصلنا ان احنا نضرب ابويا وامي ونقتل الاب والام. كل ده سببه مين؟ سبب الام والاب. والله ما ترجعليش البت مثلا الساعه 12 بالليل واقول لها تعالي وافتح على الباب، خش يا حبيبتي، كنت فين يا امي؟ اتفسحت ايه؟ اتبسطت النهارده ولا ما اتبسطتيش؟ اهم حاجه حالتك النفسيه. لكن احنا ما نعرفش بنتنا كانت فين. دي مصيبه كبيره. ما تقوليش كانت مع اصحابها واصحابها دول كويسين. ما انا هقول لك برضو على حاجه، ما انا ما اجيبش قفص طماطم وتطلع فيه طماطمتين وحشين، ما هيقعدوا الباقيين والطماطم كلها تبوظ. هو كده الاصدقاء بنفس النظام. بنتك ما تسيبهاش تنزل لوحدها، الايام ديت مش زي زمان. هي المشكله يا اخوانا مش في الزمن، المشكله في ان الناس قلوبها اتغيرت. الناس جواها ده اتغير، لكن الزمن ملوش دعوه. الزمن ما ماشي زي ما احنا ماشيين طول ما حياته، ما هو ماشي. الزمن ايه اللي هيغيره؟ اللي بيتغير البني ادمين. ولا انت مش معايا؟ خلاص الكلام، راعوا اولادكم كويس، علشان المشاكل اللي بتحصل ديت سببها اتنين: واحد الام، اتنين الاب. السلام عليكم.